كشفت وزارة الصحة السعودية حقيقة وصول مرض جذري القرود المنتشر عالميا إلى المملكة. وقالت الوزارة السعودية في بيان لها أنه لم يتم حتى الآن أي حالة في السعودية مصابة بمرض جذري القرود، التي بدأت تظهر له حالات أخيرا في بعض دول أوروبا وشمال أمريكا، بعد أن كان مستوطنون في بعض الدول الأفريقية لأكثر من 50 عاما. وأكدت وزارة الصحة السعودية جاهزيتها التامة للرصد والتقصي والتعامل مع الحالات في حال ظهور أي حالة لا قدر الله، لافتة الانتباه إلى أن جميع الفحوصات الطبية والمخبرية متوفرة. وأشارت إلى أن لديها خطط وقائية وعلاجية متكاملة للتعامل مع مثل تلك الحالات في حال ظهورها، وتشمل تعريف الحالات المشتبهة أو المؤكدة والتعامل معها والتقصي والوباء المتخالطين.